السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة حياة البسطاء. اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير دجاج محمر ديال المناسبات بالتغميرة ديالو، يعني بواحد الطريقة اللي جد مبسطة للمبتدئات. غادي نديرو يعني معمر بالفيرميسيل وشامبينيون اللي غيجيب واحد الطريقة رائعة. وبلا ما نطول عليكم غندوزو نشوفوا المراحل ديال تحضير هاد الدجاج المحمر. غنبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنايا الدجاج، يعني كل واحد غادي يكون عنده قياس ديال الدجاج اللي غادي يحتاج. انا عندي هنايا 6 ديال الدجاجات، يعني اللي مغسولين من طبيعة الحال من قبل مزيان ومنقوعين مزيان في الملحة، في الماء والملحة والحامض، يعني فركتهم مزيان. وهاد التوابل اللي غنحتاج عندي سكينجبير، وايضا غنحتاجو الخرقوم البلدي. هذه الثومه طحنتها مع 4 كاس ديال الزيت، طحنتها في الاله الكهربائيه مع 4 كاس ديال الزيت كتولي على شكل مايونيز. غنحتاجو ايضا القرفه، عندي هنايا بسيبيسه وقع قله او حب الهيل، البزار، وايضا هذا السمن الحر، يعني هذا السمن مملح. وعندي الحامض المصير، عندي حامضه وحده كبيره طحنتها. وعندي هنايا الربيع اللي طحنته مع القياس ديال الماء اللي غادي يطحنوا لي. درت القزبر والمعدنوس وطحنتهم في مولينكس مع الماء. وكيف شفتوا انا راني ما حطيتش الملحه، ما كنحتاجهاش لان كلشي عندي مالح. بالنسبه لهاد الحشوه هذه هي اللي غنعمروا بها الدجاج ديالنا. فيها الزيتون مقطع، شامبينيون، عندي صدر ديال الدجاج، وعندي هنايا البصله مشلضه، وهذه الفيرميسيل سلقتها من قبل وقطعتها، يعني وجدتها قبل ما نبدا معاكم. كيف قلت لكم انا ما غاديش نحتاج الان الملحه في هذا الطبق لانني كلشي عندي مالح. انا غادي نشرح لكم. اول حاجه غادي نديروها هي الربيع اللي طحنت، يعني طحنته في زلافه ديال الماء، وغنزيد زلافه اخرى ديال الماء يعني باش نخلط فيها هاد التوابل، وفي نفس الوقت هاد الماء غادي يطيب فيه الدجاج. هذا الخرقوم البلدي، يعني هانتوما كتشوفوا القياس اللي درت. بالنسبه للقياس كل واحد كيدير على حساب الدجاج اللي عنده، ما غاديش نقدر يعني نقول لكم القياس بالضبط. كل واحد غيدير القياس على حساب شحال عنده ديال الدجاج. هذه القرفه مطحونه، يعني درت 2 معالق صغار وليني راه عامرين. هذه بسيبيسه وحب الهيل مطحونين حتى هما. يعني كنجيب داكشي كنطحنو في الدار، كنطحنو على يدي، كنجيبو حبوب. هذه الثومه اللي قلت لكم درت راس كبير ديال الثومه صاين وطحنته في الطحان، يعني في الطحانه ديال الضو، مع 4 كاس ديال الزيت. كيجي على هاد الطريقه كتجي زوين، يعني كتجي مطحونه مسحوقه مزيان. وعندي ايضا هنايا سكينجبير. ومن طبيعه الحال كيف كنقول لكم دائما، يعني اللي عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وبالتعاليق الزوينه بحال ديما. هذا الحامض المصير درت حامضه وحده كبيره مطحونه طحنتها. بما ان يعني الحامض مالح فيه الملحه، والسمن البلدي هذا الحار مملح حتى هو فيه الملحه، وايضا الزيتون غتكون فيه الملحه، لهذا ما درتش الملحه نهائيا، يعني حتى الاخير وندوق الا جاني مسوس عاد نزيد. هذا البزار، نحتاجو البزار ايضا. يعني طريقه سهله ويعني مبسطه، اي واحد يزعم يطيب الدجاج بهذه الطريقه هذه غتجي ساهله. الان غادي نزيد زلافه ديال الماء. يعني هاد الماء اللي درت غنخلط به التوابل وغادي نرقد فيه الدجاج، ما غاديش نزيد الماء من بعد، لانني غادي نحتاجو حتى البصله اللي غنديرو بها التغميره حتى هي كيف كتعرفوا كتطلق الماء حتى هي. الان غنحاول نخلط هاد التوابل اللي درنا وهاد السمن، غنخلطهم مزيان باش نرقدو فيه داك الدجاج ديالنا. ومن طبيعه الحال يعني غنخليو الدجاج ضروري خصو يشرب هاد التتبيله هذه، لهذا انا غادي نرقدو ونخليه مزيان يتشرب. كيف شفتوا انا راه ما درتش الزيت، غنحتاجو الزيت النباتيه، ولكن انا ما كنديرهاش في الاول باش الدجاج يشرب لينا ديك التتبيله اللي درت ليه. الا درنا الزيت ما غاديش يشربها، لهذا كنخلي الزيت من بعد. الان غنرقد هذا بهذه الطريقه كيف كتشوفوا، يعني كنهز ديك التتبيله، كنديرها في القلب ديال الدجاجه وفي دوك الفخيضات في الجناب حتى هما كنعمرهم مزيان باش يعني الدجاج كيجي بنين وزوين وما تجي فيه لا زفوريه لا والو. وغنخليه باش يشرب العطريه مزيان علين ما شحرت ديك العماره اللي غادي ندير الحشوه ديالو اللي غندير ليه الوسط.
غنخليه يشرب العطريه مرقد بما وجدتها. يعني هانتوما كتشوفوا كنحاول نشرح البنات المبتدئات والعريسات الجداد تبارك الله، يعني اي وحده تبغي تعلم دير الدجاج ديال المناسبه، تكون عندها شي مناسبه ولا هذا. جربوا بهذه الطريقه، انا اكيده يعني غتجيكم سهله والمذاق روعه روعه. الان انا رقدت الدجاجات اللي عندي كاملين، خليتهم يشربوا العطريه، وجيت باش نحضر معكم الحشوه اللي غادي نعمر بها الدجاج من الداخل. عندي صدر ديال الدجاج، وعندي البصله مشلضه، والثومه حتى هي غير حكيتها، والتوابل كيف شفتوا درت البزار، درت الخرقوم البلدي، نفس التوابل كلها اللي درت في الدجاج درتها هنايا كيف كتشوفوا. ايضا سكنجبير، المروزيه، كل شيء نفس التوابل. الملحه ما درتهاش هنا لان فيه شامبينيو، غادي ندير فيه الزيتون مقطع الخضر حتى هو راه مالح صافي. وهنايا اللي درت الزيت النباتيه اللي غادي نشحر فيها هاد العناصر هادو. انا درتها فوق البوطه، نخليها تتشحر مزيان. عاد غادي نضيف عليها القزبر والمعدنوس من بعد وشامبينيون والزيتون حتى يتشحروا لي هاد العناصر هادو. هانتوما كتشوفوا يعني ديك البصله طاحت، خصها طيح مزيان باش ما تجيناش كتغرزز من الداخل وتجي تمضغ، يعني تجي طايحه. عاد زدت عليها الان كيف شفتوا زدت القزبر والمعدنوس. هادو هما الشامبينيون انا زدتهم الان غادي يبقى لينا غير الزيتون حتى هو نضيفوه. كيف قلت لكم الزيتون حتى هو مالح، الحامض مالح، السمن مالح، لهذا ما كنتش مضطره انني ندير الملح نهائيا. صافي غنشحرهم دابا مزيان وغادي نحطهم يبردوا، عاد نديرهم نعمر بهم. الان هذه هي الحشوه ديالنا، خليتها بردت مزيان صافي، وغادي ندوزو باش نعمروا الدجاج. انا يعني كنت بديت عمرت الدجاجه الاولى، كان كيحسبني واش التليفون كيصور. عمرت الدجاجه الاولى عاد طليت لقيتها ما تصوراتش ليا، ما تفيلماتش، عاد فيلميت معكم هذه. غنعمر معكم غير وحده يعني باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هانتوما كيف كتشوفوا عمرت دوك الجناب ديال الفخيضات والقلب ديالها، تعمروهم مزيان باش من بعد ان شاء الله غادي نخيطهم، غندير البرا والخيط ونخيطهم حتى نعمر الدجاج كامل. الان انا كملت الدجاج ديالنا وخيطته ودرتو كيتقلى هنايا، غيتقلى غير شويه صافي باش نزيد عليه ديك يعني واحد جوج بصلات باش يتشحروا معاه يكملوا معاه الطياب. هادو هنايا عندي جوج بصلات كبار مشلضين، يعني من بعد ما تقلى ليا داك الدجاج غير شويه حتى شرب داك التوابل صافي، وضفت عليه الان جوج بصلات كبار مشلضين مزيان رقاق، وغنضيف عليه الزيت النباتيه. كيف قلت لكم في الاول ما كنديرش انا الزيت حتى كيشرب ليا التوابل عاد كنديرها. الان درت الزيت النباتيه كيف شفتوا والبصله، غنخليه غير شويه يعني واحد المقطع تحيد ليا. ضفت عليهم الكبده ديال الدجاج، ماشي الكبده عفوا القنصه، والعنق ديال الدجاج قطعتهم طريفات وحتى هما ضفتهم غير مشى ليا المقطع، وصافي غنسد عليهم الان حتى يطيب. الان كيف كتشوفوا الدجاج راه طاب وهزيت ودرتو في اللاطه، وديك القنصه والعنق حتى هما راهما يعني طابوا مابقاش خاصهم بزاف. الان هاد البلول هذا نرميو فيه الكبده مقطعه طريفات ديال الكبده ديال الدجاج، والبصله انايا درت هنا تقريبا شي 3 كيلو ديال البصله. بصله مشلضه درت شلطتها رقيقه مزيان، هي اللي غادي ندير بها الدغميره. غادي نسد عليها، غنخليها طيب مزيان حتى تدغمر، ونزيد عليها 2 معالق ديال القرفه ومعلقه ديال سنيده كبيره ونخليها تعسل. وبالنسبه لهاد الدجاج غنوريكم الطريقه كيفاش غنحمرو. هذه هي الطريقه ديالي انا كيفاش كنحمر الدجاج. هزيت هنايا 2 مغرفات ديال البلول من الطنجره اللي غادي نضيف عليهم السمن البلدي، يعني السمن حار، غندير معلقه كبيره وجوج ضامات ديال الزعفران، هذه الضويمه ديال النسمه ديال الزعفران جوج، وهذه زبده عاديه ديال الطياب ديال الباكيه حتى هي درت 2 معالق كبار عامرين. غنطبخهم فوق البوطه نديرهم يتبخوا حتى يذوب ديك الزبده والسمن مزيان. هاهما كيف كتشوفوا
يعني درتهم فوق النار حتى دابوا مزيان مع داك البلول. غادي نسقي بهم هاد الدجاج كامل وندخلو الفران باش يتحمر. كيجي زوين بهاد الطريقه، كيجي ذهبي. هانتوما غادي تشوفوا معايا النتيجه في الاخر ملي غيتحمر. غير جربوها وغتعجبكم. الان غندخلو الفران حتى يتحمر ونطلقاو. هذا هو الدجاج كيف كتشوفوا، يعني جا محمر وجا بنين على هذا الشكل هذا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. هانتوما يعني انتوما غادي تشوفوا تحكموا، وكنتمنى يعني المبتدئات والبنات اللي باقيين ما كيزعموش يطيبوا الدجاج بالدغميره ويكون معمر، يعني غير جربوه بهذه الطريقه. راه سهله سهله بزاف المبتدئات، ويعني مذاق ومنظر. وكنشكركم كاملين على حسن المتابعه ديالكم. كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.